مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية برئاسة المستشار سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس الأمناء. احنا دي مبادرة من أنشطة المؤسسة عندنا اسمها مبادرة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية. هدفها نشر العمل التنموي في جميع أقاليم مصر، عايزين نوصل لأبعد إقليم في مصر، فده الهدف من إنشاء النشاط اللي هو المبادرة. واتمنى ان شاء الله، احنا محظوظين ان احنا اشتغلنا مع محافظه المحله الغربيه، وان شاء الله نعمل شغل كويس جدا، وان شاء الله في ندوات توعيه. واحنا شغالين على 9 محافظات من ضمنهم الغربيه وسوهاج، وشغالين في قنا، وشغالين في الاقصر واسوان. ان شاء الله نشتغل في كل مكان في مصر. واحنا حاليا بننفذ 7 برامج ضمن الائتلاف، مبادره الائتلاف، من ضمنهم الاتجار بالبشر والتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي المراه وذوي الاعاقه. عايزين نعرف بس دور مؤسسه الايادي العربيه لتنميه المجتمع المحلي في الندوه دي. والله هو دور المؤسسه هنا بالتعاون مع مؤسسه الحوار للتنميه، عاملين معانا شراكه ان في 7 دورات هم عاملين على مستوى 9 محافظات. محافظه الغربيه كان لها الحظ ان هي تكون متعاونه معاهم، هم بيعملوا تنميه على مستوى ال9 محافظات دول. احنا هنا كمؤسسه الايادي العربيه بنيجي نعمل الندوات عندنا طبعا اتجار بالبشر، الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، تمكين المراه اقتصاديا، بناء قدرات الجمعيات، كل المجالات اللي بتعطي تنميه للمجتمع المدني. هم دورهم ان هم بييجوا بيتعاونوا معانا، يعني بصراحه قايمين بدور كبير جدا في التوعيه هنا، واحنا بنجمع الجمعيات فيها. طبعا احنا بنشكر مؤسسه الحوار للتنميه شكر جزيل يعني على الجهد اللي بيقوموا بيه، ان هم بيتعاونوا وبيسافروا وبيتعبوا، بيروحوا اقصى الصعيد وبيروحوا اقصى بحري. فطبعا ده دور عظيم جدا، وهو ده دور المجتمع المدني اللي بنقوم بيه وهم بيقوموا بيه. ولازم المجتمع المدني دي كله يكون في بوتقه واحده، وكلنا نشتغل مع بعض بحيث نوصل لاعلى قدر من التنميه بالنسبه للمجتمع ولصالح الفرد، ونوعي الناس في الظروف اللي احنا متواجدين فيها حاليا، لان اي جمعيه اهليه لازم يكون فيها قدر بسيط من التوعيه، ولو يكون فيها قدر ازاي هي تنمي قدراتها كجمعيه، ازاي تشتغل، ازاي تعمل محاضر مجلس الاداره، ازاي تشوف او تبص على الميزانيه بتاعتها. كل ده مؤسسه الحوار للتنميه بتساعد في هذه التنميه، واحنا معاها طبعا. وطبعا زي ما بنقول ايد على ايد بتساعد، وبنكمل بعض ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذه مجده، ومزيد من النجاح ان شاء الله. شكرا يا فندم.